بقى اللي فيها الزتونة من الاخر، فيها خلاصة كل اللي احنا عملناه الحلقات اللي فاتت. اظبطوا اللايكات والسبسكرايب يا جماعة، عشان انتوا اللايك والسبسكرايب كده تحس ان هو زرار ايه، بفلوس. مش عايزين تدوسوا عليه، خايفين تدوسوا عليه، لا ما بيعضش ما تقلقوش، دوسوا عليه ومش هتتعضوا على ضمانتي. اظبطوا اللايكات ويلا بينا ونبدأ كده. هنعمل النهاردة حلقة تشكيلة بهالاند وتشكيلة بصلاح، ماشي. ان شاء الله هنعمل حلقة جاية بقى بهالاند وصلاح مع بعض، وتشكيل من غير هالاند ولا صلاح، ودي المفاجأة ان هيكون فيها لعيبة كتير جامدة جدا، ماشي. فاحنا هنشوف واقل تشكيل فيهم اللي هيبقى فيها هالاند وصلاح، ماشي. ده مبدئيا، ومش هرشحها، عشان كده انا بادئ بيها في الحلقة الجاية مش في الحلقة دي. الحلقة دي نركز مع بعض فيها كده في حلقة هالاند، تشكيلة هالاند وتشكيلة صلاح. وانا مبدئيا اهو بسيحها لك اهو، بحرق لك. انا مع تشكيلة صلاح، ماشي. هظبطكم كده بقى حتى في تشكيله هالاند هظبطكم. يعني دايما بقول لكم ان هالاند هيحرمكم من لعيبه سوبر كتير، فعلا هيحرمكم من لعيبه سوبر كتير قوي. وهنشوف بين التشكيلتين لما يخلصوا هتشوفوا الدنيا عامله ازاي. فيعني بالنسبه لتشكيل هالاند، انا يعني عامل افضل ما يمكن ان هو يتعمل، ماشي. مش قادر ان انا ازود عن كده بصراحه. يعني شيء عامل افضل شيء ممكن ان هو يتعمل. زي ما قلت لكم ان احنا بنركز لما الدنيا بقى بتتزنق خالص معاك، هتركز في الوسط والهجوم. لكن لو انت بقى ربنا مسهل عليك معاك في تشكيلة صلاح، تقدر ان انت تظبط دفاع. مش معاك لا صلاح ولا هالاند، دفاعك هيظبط قوي. وانا كده كده مش مع الدفاع الغالي قوي. وعلى فكرة بصراحة انا في تشكيلتي جايب دفاع غالي يعني، عشان ما اكذبش عليك. بس معاك هالاند ما تعملش دفاع غالي، عشان هتخلي خط وسطك بوينكس وشلوري واللعيبه الغريبه اللي انتوا جايبينها دي، وحاجات غريبه. والله والله بجد يا شايف حاجات غريبه. فنبدا كده بحراسه المرمى في تشكيل هالاند، وهو سيلز حارس نوتنجهام فورست. قول لي وش معنى سيلز؟ سيلز نوتنجهام فورست، يعني دفاعها ظبط جدا في اخر فتره مع كابتن نونو، وماتشاتهم حلوه جدا. غير ان هم جابوا يعني تدعيمات حلوه في الدفاع، خاصه ميلينكوفيتش مدافع فرونتينا. وده مدافع سوبر، كان فرق كبيره جدا، فرق عالميه كانوا عايزينه، بس ده يعني ما اتباعش وقتها. وبعد كده دلوقتي هم اللي اشتروه. حتى في ماتشاتهم الوديه دفاعيا، حتى لما بيخسروا 1-0 بالعافيه. فالفرقه دفاعيا حلوه جدا، ماتشات سهله. وسيلز هو لحد دلوقتي هو النظام من اساسي عن ميجيل تيرنر. ده كده كده حطه في اقرب باسكت زباله، ماشي. مع احترامي، مع احترامي يعني لتيرنر. الحارس التاني حارس ب4 مليون، وافضل ان هو ما يكونش تيرنر. تقول لي ليه مش تيرنر؟ عشان ترنر نسبة ملكية كبيرة جدا، وفي ناس كتير جدا جايبينه على سن هو هيلعب. فلما هيلاقوه مش هيلعب هيتصدموا، فهيروحوا بايعينه، فهيروح سعره يرخص. فانت هتتبهدل، او هتعمل تبديلة بالسالب على حارس ب4 مليون بحارس ب4 مليون. فانت يعني ما استفدتش اي حاجة. فهات اي حارس ب4 مليون، وليكن فيرجينيا حارس البديل بتاع بيكفورد، على الاقل هو الحارس البديل الدايركت بتاع بيكفورد. عشان باقي الفرق الحارس اللي ب4 مليون ده بيبقى الحارس الثالث بتاع الفرقه. ففيرجينيا افضل اختيار بالنسبه لي للحراس اللي ب4 مليون. ندخل على خط الدفاع. مفيش اي مدافع بريميوم يا جماعه. انا بالنسبه لي مايكولينكو ايفرتون من احسن الدفاعات. مايكولينكو بيقدم هجوميا كتير، ماتشات حلوه. بيكفورد وراه ان شاء الله يظبط الدنيا. ميكفورد من افضل اللعيبه اللي ب4.5. ندخل على التاني روبنسون وفولهام. انتوا فاكرين كانوا بيطلعوا كلين شيت قد ايه؟ روبنسون كان عامل 6 اسيستات الموسم اللي فات، هجوميا حلو جدا جدا، ومن افضل الباكات. حتى جوارديولا هيموت وكان يجيبه اصلا بقاله فتره، يعني في فتره طويله حاول ان هو يجيبه، بس كانوا فولهام بيغالوا عليه. وكان لسه لاعب ماتش ودي من كام يوم، وعامل اسيست لسميث رو. سميث رو خدوا بالكم. التالت معايا بيرن، نسبة ملكية عالية. نيوكاسل دفاعها أنا مش مقتنع بيه، بس في ناس كتير عايزين يجيبوه، فتمام هاتوه. مع إني مش مقتنع، أنا بقول لك إني مش مقتنع. الرابع معايا كونسا مدافع أستون فيلا، وبيلعب باك يمين. برضو أستون فيلا ماتشاتهم حلوة، دفاعهم
مش اقوى حاجة بس كويس برضو. الخامس معايا افضل مدافع ب4 مليون يا جماعة، محدش يناقشني. ناس كتير جايبين فايس وفيسترجارد وباركو ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ انتوا برايتون دي اصلا هتهبط درجة تانية، والله هتشوف برايتون دي هتبقى من الفرق اللي بتهبط. باركو جايبينه عشان 3 4 ماتشات عشان السوبينان هيرجع. اصلا في ال3 ماتشات دول هيتبهدلوا جوان يعني. فكوكم من باركو والكلام الفارغ ده. هو هارود، ما تناقشنيش. ساوثهامبتون مش هقول لك ان هو افضل دفاع، بس انا يعني شايف ان هم دفاعيا هيكونوا معديين شويه، مش اسوأ شيء. حرق ب1 ب4 هيبقى دكه، هتستخدمه في اوقات. وفي نفس الوقت على فكره بيطلع في كورنرات، بيجيب جوان كتير بالكورنرات، يعني كان مساهم في 6 جوان في الدرجه الثانيه. وغير كده هو لسه في ماتش ودي جايب جون. وخدوا بالكم ان هاروود في الماتشات الوديه لعب خط وسط مش كمدافع. خدوا بالكم لعب في خط الوسط، وانا خدت بالي من النقطه دي ولعلعت في دماغي. فخدوا بالكم من هارود. ندخل في خط الوسط. في وجود هالاند ما تقدرش تجيب غير لاعب واحد بريميوم. لو جبت تقدر تجيب 2 ماشي، وممكن اعملها لك في الحلقة الجاية. بس الفرقة بتاعتك هتبقى ملط، ماشي. هعملها لك في الحلقة الجاية. بس فرقتك هتبقى ملط، هتبقى ملط يا بسيوني. فانت هختار واحد، وواحد مش هيبقى صلاح كمان. ما احنا صلاح ده هيخرب الفرقة لما يبقى مع هالاند. فاحنا هنتكلم في فئة ال10. ساكا، سون. انا افضل ساكا، بس في سون، في ساكا. وسون على فكره مظلوم جدا يعني. سون من الخيارات الديفرنشال الممتازه جدا اللي انت ممكن تعتمد عليها. بس عندك سون، عندك ساكا، عندك فودن، وعندك بالمر. اختار بقى من ال4. بس بما ان عندك هالاند فاختار بقى واحد من ال4، يعني اختار حد بره بقى فودن. فانا ممكن ابقى مع ساكا، ماشي. تاني واحد معايا بيلي. بيلي اللي محدش مركز معاه. بيلي من اخطر اللعيبه ومن الاعلى لعيبه في السعر ده. رائع، رائع بجد يا جماعه. يعني في ال 22 ماتش اللي لعبهم الموسم اللي فات جاب كميه اجوان واسيستات ضعف اوديجارد اللي انتوا قاعدين كلكم بتجيبوه. فبيلي افضل منه بكتير. واستون فيلا هجوميا جامدين، ودايما هتلاقي واتكنز اجوانه كلها هتبقى اسيستات من بيلي، او بيلي هو اللي بيجيب. استون فيلا 90% من جوانهم عن طريق الاثنين دول يعني. التالت معايا، بما ان مش معايا بالمر، فهيكون انكونكو. كونكو عامل موسم تحضيري ممتاز جدا. بيلعب ضربات جزاء، ممكن يدخل يحنكش مع بالبر، الله اعلم. بيلعب مهاجم، بيلعب جناح، بيلعب تحت المهاجم. فانت هتلاقيه موجود في كل حته في الملعب. فانكونكو لاعب ممتاز جدا. رابع واحد معايا قدوس. لاعب يعني اندر ريتد جدا. ماتشاته مش افضل شيء، بس دلوقتي وست هام عماله هتعمل تدعيمات مرعبه. ولسه فول كروج، احنا لسه هنشوفه هينزل بسعر كام. بس الفرقه دلوقتي هجوميه هتبقى جامدين جدا 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 مع المدرب الجديد. اخيرا مويس المقرف العقيم ده ماشي. الخامس معايا جوردون او جوردون، وده افضل لاعب خط وسط في الفانتازي كله من تحت اللعيبه البريميوم. انا اظن اهو عامل خط وسط حلو جدا جدا جدا. ما قدرناش ان احنا نجيب غير واحد بس بريميوم، بس خط الوسط كله 5 لعيبة تقدر تلعب لك اساسي مستريح. حتى بالهجوم هتلاقي التلاتة، برضو التلاتة بيلعبوا اساسي مستريح. يعني بص، هتخش دلوقتي في الهجوم، ايزاك واتكنز لا خلاف عليهم، وعندك هالاند. فانت عندك خط وسط رعب وهجوم رعب. بس كده يعني تظبط الدنيا كلها. دفاع مش وحش، مش وحش. يعني اللعيبه دي اصلا المدافعين الرخاص دول هم اللي بيعرفوا يطلعوا كلين. بس كده يا شباب، دي بالنسبه لتشكيله هالاند. ندخل على التشكيله التانيه ومش هنرغي فيها كتير عشان قريبه من دي شويه. معانا سيلسو وفيرجينيا زي ما هما، معانا مايكولينكو زي ما هو، ومعانا روبنسون وبيرن. روبنسون برضو ثابت معانا، وبيرن او كونسا. ممكن اميل لكونسا، ماشي. وهارود معانا برضه. هنعلي واحد من اللي كان معانا ب4.5 الواحد ب6 مليون. ودي بداية الانفراجة من هالاند. أول ما هتخلص من هالاند هتقدر تجيب مدافع، وفي نفس الوقت خط وسطك وهجومك هيفضلوا جامدين جدا.
هتجيب جفارديول، انا افضل جفارديول. تقدر تجيب جفارديول، صليبه، فان دايك، دول افضل ثلاثه في السعر ده. بس انا بالنسبه لي جفارديول، بعديه فان دايك، بعديه صليبه، بالنسبه للماتشات وبالنسبه للمساهمات الهجوميه. فجفارديول الافضل. بعد كده ننزل بعد ما نخلص خط الدفاع ندخل على خط الوسط. وهنا المفاجاه، هالاند كان حرمك من اتنين لعيبه سوبر في خط الوسط. حرمك من اتنين سوبر. انت متخيل؟ انت متخيل بجد؟ وعلى فكرة في التشكيل ده تقدر تعمل أربعة سوبر، بس أنا قلت إن أنا أخليها تلاتة عشان خط دفاع يبقى جامد والهجوم برضو يبقى كويس. فبرضو صلاح أساسي كده كده معانا. معانا ساكا ومعانا بالمر ومعانا سون. اختار اللي انت عايزه. ومعاهم فودن. الأربعة دول اختار اتنين من الأربعة زي ما انت عايز. بس بالنسبة لي لحد دلوقتي فودن ما رجعش تدريبات، بالمر ما رجعش تدريبات. فأنا حاليا مع ساكا اللي رجع تدريبات، ومع سون. بس برضو لو انت عايز بالمر او فودن اللي انت عايزه، استنى لحد بقى المؤتمرات وتأكد. الرابع معايا هيكون كونكو. بما اني انا حاليا مش معايا بالمر فلازم اجيب من كونكو، او هتجيب بيلي لو انت بقى مش هتجيب واتكنز ايا كان. والخامس معايا هيكون واحد لعيبة 5.5 ل6. انا حاليا معايا في البنك 6 اعتقد. فانا هتقدر تجيب واحد من دول اللي انا هقولهم دول. يا اما اسماعيل صار، بس استنى اشوف كده هينزل تدريبات وشوف الدنيا. اسماعيل صار من افضل اللعيبه اللي هتشوفهم في الموسم ده ان شاء الله. عندك هودسون اودوي جناح نوتنجهام فورست. لو ركب اساسي هيكون من اعلى اللعيبه اللي في الفئه دي، وهيكون اعلى من فئه كمان، من الفئه 6.5 كمان. هتلاقيه جايب نقط اكتر من لعيبه كتير من ال6.5 و8.5، بس لو يلعب اساسي. تالت واحد معايا وراهن عليه جدا سميث رو، اللي هو من اول شوط لعب شوط واحد بس في ماتش ودي مع فولهام جاب فيه جون على طول، كان اسيست روبنسون. فسميث رو ماتشاته حلوه جدا. وبرده ماكنيل ماتشاته حلوه جدا، وبدا ان هو يتحسن هجوميا والفرقه بدات تعتمد عليه اكتر. ومعاه كورنرات، وانتوا عارفين اصلا ايفرتون معظم اجوانها من الكورنرات. فهو اللي بيلعب الكورنرات، فانت هتلاقيه يقدر يطلع لك باسيست من الهوا حتى وهو وحش. ندخل على الهجوم. واتكنز وايزاك معايا. والتالت معايا هيكون ما بين، لو انت جبت ب5.5 في خط الوسط تقدر تجيب مهاجم ب6 زي مونيز آه او وود. بس انا افضل مونيز. ممكن تنزل ب5.5 وتبقى ادم ارمسترونج اللي هو كان من مولع الدنيا في الدرجه الثانيه الموسم اللي فات. بس كده يا شباب هيبقى عندك كده خط وسط مرعب، خط هجوم مرعب. تقدر تداور بين واحد من اللي هم ب5.5 في خط الوسط والستة قدام، او الستة في خط الوسط و5.5 قدام. وعندك في الدفاع خط دفاع مرعب، تقدر ان انت تقدر تداور براحتك فيه. وبرده حراسة المرمى عندك حارس كويس. بس كده يا شباب قلت لكم على تشكيلة هالاند وتشكيلة صلاح. لو هتسألني مين الأفضل بالنسبة لي، الأفضل بالنسبة لي بلا مقارنة تشكيلة صلاح هي الأفضل. الحلقة الجاية إن شاء الله هنعمل حلقة من غير هالاند وصلاح، حلقة بصلاح وهالاند مع بعض، وحلقة هنحط هالاند واتنين بريميوم، وهتشوفوا الفرقة خربت ازاي. بس كده يا شباب اظبطوا لايكات وشجعوني كده يا شباب، استمر عشان